انت ممكن تكون بتستخدم نفس الحركات بإيدك كل يوم، وهي معناها إهانة في دول تانية. حتى رقم 2 مش نفس المعنى في كل مكان. خليني أسألك سؤال سريع. لو أنا طلبت منك دلوقتي تعمل رقم 2 بإيدك، هتعملها إزاي؟ إحنا كمصريين أو كعرب بنعملها بالطريقة دي، بنرفع السبابة والوسطى. أما لو لقيت واحد بيرفع الإبهام مع السبابة، فده شخص أوروبي. فلك أن تتخيل حركة بسيطة بس بتبين لنا قد إيه لغة الجسد بتختلف من ثقافة للتانية. إحنا قبل كده قلنا إن لغة الجسد بتختلف من مكان لمكان، وإن حركة بتتعمل في مكان معين بيبقى ليها مفهوم بمعنى، ولو اتعملت في مكان تاني بتتفهم بمعنى تاني خالص. يعني مثلا الإيطاليين لما بتيجي تتكلم مع واحد إيطالي بتلاقيه قريب منك جدا لدرجة إن هو بيخترق المساحة الشخصية بتاعتك، وتلاقي إيده بتتحرك على طول وبيتكلم معاك بصوت عالي وكمان بيلمس إيدك، لدرجة إن أنت ممكن تبقى فاكر إن هو متعصب، بس الحقيقة إن ده جزء من التواصل الودي عندهم أساسا في المجتمع بتاعهم. ودلوقتي بص كده للصورة اللي ظاهرة قدامك، مجموعة من الإشارات، والمطلوب منك تعرف كل واحدة معناها إيه، وهسيب لك الإجابات تحت في الديسكريبشن. فكل اللي مطلوب منك إن مع كل إجابة صح تدي لنفسك نقطة، ومع كل إجابة غلط تخصم من نفسك نقطة. فلو أنت جبت 30 نقطة أو أكتر فأنت شخص واسع الأفق وفاهم كويس جدا في اختلاف الثقافات. أما لو جبت من 15 ل 30 فده معناها إن أنت عندك وعي بالأساسيات، بس مع شوية وقت هتتطور. أما لو جبت أقل من 15 نقطة فأنت غالبا شايف إن الناس كلها بتفكر زيك، وما تخافش معظمنا كده أصلا. طب السؤال هنا ليه بنبقى شايفين إن الناس كلها بتفكر زينا؟ ببساطة عشان ده بسبب انتشار الميديا الأمريكية أو الثقافة الأمريكية بشكل عام، الأفلام والمسلسلات والبرامج والسوشيال ميديا وكل الكلام ده. فنتيجة الانتشار ده خلى لغة الجسد الأمريكية أو الإشارات اللي بتتعمل في الثقافات الأمريكية تتطبع بطبعنا في كل دول العالم. يعني مثلا عندك في دولة زي استراليا في الستينات كانت مثلا لما يجي واحد إنجليزي يعمل لهم علامة النصر بإيديه كده بيفهمها على إنها إهانة. بس ده ودلوقتي الشخص اللي هو اتربى بقى على الأفلام والميديا الأمريكية لو جيت قلت له اعمل علامة النصر أو عملت له العلامة دي قدامه هيفهمها على إنها علامة نصر. وكمان لما بيحب يعمل حركة أو يعمل إهانة أو رمز الإهانة لشخص تاني بيعملها بنفس الطريقة الأمريكية. برضو إحنا في الدول العربية بنعمل كده. يعني مثلا بتلاقينا بنتكلم مثلا عربي وفي وسط الكلام بنحط كلمة أو اتنين بالإنجليزي، زي ما أنا لسه قايل من شوية هتلاقي الإجابات تحت في الديسكريبشن، مع العلم إن أنا ممكن مكونش بعرف أتكلم إنجليزي خالص. بس ده ليه؟ ده بسبب إن إحنا بقينا نقلد سلوكيات ثقافات تانية من غير ما نحس، وده طبعا شيء مش كويس. طب السؤال هنا، ليه او ايه اللي بيحصل لما ثقافتين مختلفين بيتقابلوا مع بعض؟ لو جينا مثلا رحنا للايطاليين لما نيجي نشوف اتنين ايطاليين بيتكلموا مع بعض هتلاقي الشخص الايطالي طول ما هو بيتكلم رافع ايده لفوق وعمال يحرك ايده يمين وشمال وكمان بيحرك جسمه وكل الكلام ده. طب ليه؟ عشان يفضل دايما هو اللي مسيطر على دفة الحوار ويفضل هو اللي متحكم ويمنع من انك تاخد الحق في ان انت تتكلم او تاخد فرصتك في الكلام. طيب انت عشان تحل الموضوع ده لو انت بتتكلم مع واحد ايطالي وعمال يعمل معاك الحركات دي وده طبيعي عندهم على فكرة زي ما قلت، عشان تكسر الوضع ده بتعمل ايه؟ ببساطة ان انت لازم تمسك ايده وتنزلها لتحت. الحل ده هو الحل الوحيد اللي انت يخليك تعرف تاخد فرصتك في الكلام. اما بالنسبة للمجتمع الالماني والمجتمع الانجليزي فتقريبا ما بيحركوش ايديهم اصلا، عشان كده بيخافوا جدا ان هم يتكلموا مع شخص ايطالي. وبالنسبة للفرنسيين فهم شبه الإيطاليين شوية، بيستخدموا الساعد وبيستخدموا الدراع في الحركة، بعكس الإيطاليين اللي بيستخدموا الدراع بالكامل وكمان بيستخدموا الجسم بتاعهم كله. طيب بالنسبة بقى للشعب الياباني، الشعب الياباني شعب لطيف جدا وعنده أخلاقيات عالية جدا. ما بيعترفش أولا أو بالنسبة له حتة السلام والبوس والأحضان والكلام دوت مش موجودة عند اليابانيين، لأن هم بيشوفوا إن دي أفعال منافية. ولكن طريقة التواصل بتاعتهم بتبقى مختلفة خالص. بتبقى إزاي؟ بتبقى عن طريق الانحناء، إن هم ينحنوا قدام بعض، وعلى حسب مكانة الشخص فالشخص الأعلى مكانة بينحني بدرجة أقل من الشخص اللي مكانته قليلة. طب بيعرفوا كده إزاي؟ كل واحد في اليابانيين أو كل واحد ياباني شايل كارت في جيبه، فلما يجي يتقابلوا مع بعض كل واحد بيسلم الكارت بتاعه للشخص التاني، وعن طريق بعد ما الشخصين بيقروا الكروت بتاعت بعض كل واحد بينحني للتاني بالانحناء المناسب على حسب المكانة بتاعته. طيب بس برضو خد بالك لو انت في اليابان
خليك وانت يعني خليك مهتم شويه بنظافه الحذاء بتاعك. ليه؟ لان كل ما الشخص الياباني هيجي ينحني قدامك هيبص له، وطبعا لو هو مش متلمع كويس او حاجه فهياخد عنك انطباع سيء. اليابانيين كمان يعني من ضمن الاحترام بتاعهم او من ضمن الحاجات الحلوه بتاعتهم ان هم لما بييجوا يستمعوا لشخص او بيسمعوا لواحد بيتكلم، يعني بتلاقي دايما عندهم تعبيرات ان هم بيبتسموا وبيهزوا راسهم. بس للاسف في الدول الاوروبيه بيفهموا الموضوع ده على ان الياباني موافق على الكلام اللي هم بيقولوه، بس الحقيقه الشخص الياباني معنى كده ان او الحركات اللي هو بيعملها دي معناها ان هو بيقول لك كمل انا سامعك، مش اللي هو كمل انا موافق على اللي انت بتقوله. اشاره هز الراس اللي هي الاشاره العاديه بتاعت هز الراس دي مفهومها واحد في كل دول العالم، وهي معناها انها بتقول نعم انا موافق على اللي انت بتقوله. ما عدا طبعا دوله زي بلغاريا ما اعرفش ازاي هز الراس بالطريقه دي معناها لا، مش عارف ازاي. بس الياباني بيستخدم الحركه دي لو انت مثلا بتقول كلام وهو مش مقتنع بيه او مش متوافق معاك بالكلام بيه، فبتلاقيه بيهز راسه وبيستخدم كلمة زي نعم أو هاي باللغة اليابانية اللي هو بيتكلم بيها، وده برضه بيبقى معناه أيوة أنا سامعك، يعني أيوة وأنا سامعك وبهز راسي، أنا سامع اللي أنت بتقوله، بس مش معناه إن أنا موافق على كلامك. وكمان اليابانيين عندهم حتة حفظ ماء الوجه ديت كويسة جدا. يعني إيه؟ يعني أنت على قد ما تقدر حاول بكل الطرق تتجنب إنك تقول لأ لواحد ياباني، أو إن أنت تسأله سؤال تكون إجابته لأ. واقرب كلمه بيقولها الياباني لكلمه لا هي ده صعب جدا، او خلينا ندرس دوت بعدين. وبيبقى قصده كده من كلامه ان هو بيقول لك انسى الموضوع ده تماما وما تفكرش فيه. ودلوقتي خليني اخدك معايا لنقطه تانية، وهي اشهر 3 اشارات عبر الثقافات، وهما اشاره الدايره واشاره الفي واشاره الابهام، وهنتكلم عنهم بالتفصيل اكتر في الحلقة الجاية. أنا أمير، وشكرا إنك وصلت للآخر. ولو عجبك المحتوى وحابب تتعمق أكتر في أسرار لغة الجسد ما تنساش تشترك في القناة. شكرا، سلام.